لك مساء الخير اخواتي جميعا. انا هلا رفضت لكم حقكم علي. لكل شي كان عم يسال عن رحله لبنان. اول شغله الرحله عن الهويه الشخصيه، ما في داعي لجواز السفر ابدا. هي واحد، الرحله عباره عن 3 ايام. رح ننطلق ب 15/7 من حلب. تمام. اول نهار رح نروح على اشهر المعالم السياحيه بلبنان مثل نبع الصفا وارز الشوف وقلعه بيت الدين طبعا وكثير شغلات. رح ننام جونيه فندق اسمه بروتالونا، ما بعرف اذا لفظت اسمه صح، عندي انا مشكله بالالفاظ الاجنبيه انتم بتعرفوا. صوره طلعت عندكم. من اشهر الفنادق طبعا ومعروف اطلاته حلوه. طبعا باليوم الثاني رح تبلش الفعاليات ورح نروح على منتجع من افخم المنتجعات المائيه اللي اسمه ريو كونتو. قلت لكم ما تدقوا كثير على المصطلحات الاجنبيه ابوسكم. تمام. ورح نطلع على الشراء طبعا وتل فريك ورح نطيفوا لبنان ونشوف السماء. ياي طبعا باليوم الثالث يعني اذا ما رحنا على بيروت ما سمنا رحنا على لبنان، لذلك رح نروح على جنب صخره الروشه ورح نروح على زيتونه بي وعلى مول كارفور واسواق الحمراء. يعني رح تكون كتير في فعاليات وفي اوقات حرة ورح ننبسط كتير، فكونوا كتار. حلوة هي. وطبعا في تفاصيل كتير نسيناها، ولحتى تتعرفوا على التفاصيل بشكل اوضح تفضلوا على مكتبنا على دوال كلمة بالمحافظة او تواصلوا على الارقام اللي رح احط لكم اياها تحت ان كان واتس او اتصال، ورح ننبسط كتير. تذكروا هالكلمة.